السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى ان شاء الله هعمل معاكم فيديو جديد، هعمل معاكم الممبار بس بطريقة جديدة جدا، ولا سلق ولا تحمير. هعمل معاكم الممبار بشكل جديد. طبعا انا معايا ده نص كيلو من الممبار مغسول ومتنضف كويس، وقلباه يعني على الجنبين وغسلاه. هنا بقى معاه طبعا ده ملح وكزبرة والتوابل يعني اللي احنا هنستخدمها كلها، فلفل وكمون وكزبرة وملح وكده، ومعلقة صغيرة من البابريكا. هنا عندي قوطة وفلفل متقطعين، ودول معلقتين من الصلصة كانوا باقيين معايا عندي يعني من صلصة المكرونة وكده، فهحطهم. وده خضرة هنا معايا عبارة عن شبت وكزبرة. وايه تاني، كان في بقى بصل، بس طبعا انا كنت ركناه نسيت خالص اقدمه يعني مع الحاجة، فافتكرته فهحطه في الاخر يعني. طبعا هعمل معاكم النهاردة الممبار ني في ني، زي بالظبط طريقة المحلات. انا مش هسبك له على النار ولا اي حاجة. هجيب هنا الرز هغسله، وهبدأ بقى ان انا انزل بكل ايه المكونات اللي انتوا شايفينها دي. طبعا هنا هنزل بالقوطة والفلفل، وهنزل معاها بالخضرة. طبعا الخضرة انا مش حاطة فيها بقدونس، ما عجبتنيش بصراحة وانا بشتري. عجبني الشبت والكزبرة اكتر، حسيت البقدونس كده مش حلو، فقلت مش هحط النهاردة بقدونس على الخضرة. هي افضل حاجة بصراحة الكزبرة والشبت، بصراحة بيدوها نكهة حلوة قوي. كمان الخضرة بدأت تتعدل اليومين دول، أدائها بدأ يبقى كويس، وكمان بقى بشاير الشتا يعني وكده. وهنزل هنا بقى بكل التوابل. طبعا التوابل كانت ملح وكزبرة وكمون وحبة من البهارات. وهنزل بقى طبعا بمعلقتين الصلصه. هنا بقى زي ما قلت لكم هحط كمان شويه من الزيت كده، وزي ما قلت لكم كنت نسيت البصل، فوانا بقلب الخليط ده بتضاير جنبي لقيت طبق البصل كان الناحيه التانية، ونسيت خالص ان انا اقدمه في اول الفيديو معاهم. كنت مخرطه البصل وحط عليه حبه من الفلفل الاسود، عشان طبعا انا بحب ادعك البصل كده في فلفل قبل ما احطه على الممبار. فطبعا كنت ناسياهم على جنب خالص، فافتكرته فهحطه بقى في الاخر يعني. اهو زي ما انتوا شايفين اهو، ببص لقيته جنبي، فهنا ده فلفل اسود اللي عليه. هبدأ بقى ان انا ايه، انزل بقى بالبصل وهقلب بقى كله. طبعا عايزه اقول لكم ان وانا بسجل الفيديو لقيت الاضاءه، انا كنت حاطه الكاميرا في اتجاه مش حلو، فالاضاءه يعني ما عجبتنيش بصراحه. هي كده كده اصلا في العموم الاضاءه ما بتعجبنيش في التصوير، عشان عندي مشكله في المطبخ ان اللمضه بعيده شويه. فعشان كده يمكن اغلب الفيديوهات بحب اصورها على الترابيزه، بحس ان الاضاءه بتبقى احسن يعني. فمعلش بقى سامحوني لو هتلاقوا ايه التصوير قدام مش مظبوط شويه، لان اتجاه الكاميرا اللي انا كنت حاطاه ما عجبنيش. كنت اول مره بصراحه احط الكاميرا قدامي كده وانا بصور، فحسيت ان ايدي مداريه على الكاميرا بصراحه. هنا بقى هجيب صينيه هنزل فيها بحبه من الرز وكده. مش هحشي كله في قلب الحله دي، علشان لو اتبقى رز وكده من الممبار ما يبقاش واخد من زفارة الممبار عليه. فيفضل بنجيب طبق او صينيه وبنزل بحبه حبه من الخليط، وببدا بقى ان انا احشي على صينيه، عشان لو اتبقى معايا خلطه ولا حاجه زي ما قلت لكم ما تبقاش زفره. طبعا اول حاجه بمسك الممبار اقلبه زي ما انتم شايفين كده، بقلب الطرف بتاعه، وبعد كده بقى احطه على في بدايه الرز، وببدا بقى بالصباعين التانيين ابدا ان انا ادخل الايه الرز بقى كله جوه يعني. طبعا الطريقه دي انا بحبها قوي في حشو الممبار، ما بتاخدش معايا وقت نهائي. يعني الكميه دي كلها عملتها وانا واقفه كده، ولا تقعدي بقى ولا تلمي اللمه حواليكي ولا الكلام ده. دي طريقه سهله جدا وتقدري تحشي بيها اي كميه من الممبار وانتي واقفه في ثواني. بس طبعا اللي مش هيعرف ان هو يعمل الطريقه دي هوريكم طريقه تانية برضو. هنا بقى طبعا بنحشي، وبضير الممبار على الناحية التانية عشان الرز يبقى داخله من كل الجوانب. وبعد كده بنبدأ ان احنا ننزل الرز بايدينا كده، بحيث ان احنا ايه، يعني نوزعه في قلب الممبار. وطبعا بننضف بقى كل الرز اللي اتركم عليه من بره.
دي بقى بقول لكم هنا الكاميرا ما كانتش مظبوطه، ايدي كانت في وش الكاميرا، فما خدتش بالي منها خالص الا وانا بسجل الفيديو دلوقتي. هنا بقى طبعا كنت بحاول ان انا انزل بقى كل الرز اللي عليه وكده، وهبدأ بقى طبعا كل اللي هعمله هركنه. طبعا هجيب بقى كمان صباع تاني، بس ده بقى هحشيه بطريقة تانية برضو. دي طريقة برضو اللي مش هيعرف يعمل الطريقة الأولانية. هنمسك طرف الممبار زي ما انتوا شايفين كده، افتحه بصباعين وابدأ ان انا انزل الرز بقى بالايد التانية، احشي بقى الرز بالايد التانية، اكنك بالظبط زمان كده ما كانوا بيزغطوا البط كده هي بنفس الطريقة دي. طبعا الفيديو ده بصراحة ما كنتش مركزة فيه خالص، يعني أنا يمكن قعدت بتاع حوالي اسبوع كده ما كنتش بنزل فيديوهات حتى. في اخر فيديو نزلته تخزين البلح، ده اصلا كان فيديو قبل كده عندي، وانا رجعت سجلته تاني من اول وجديد. كنت عاملاه يعني من السنة اللي فات وكده، لان بصراحة تعبانة وما كنتش قادرة ان انا انزل اي فيديوهات، ولا حتى اقدر ان انا يعني اقف بقى يعني اصور والكلام ده. فالنهاردة بقى بصراحة يعني دي كانت بداية الفيديوهات اللي انا اصورها. فبصراحة كنت مش مركزة خالص يعني بصراحة، حتى ما انتبهتش ان انا ما بحطش الكاميرا في الاتجاه ده. حاجات كتير عدت كده، بس يعني الحمد لله ان الفيديو اتصور اصلا في الاخر يعني. عايزه اقول لكم بقى الطريقه اللي انا هعملها النهارده بقى في الممبار سهله جدا وهتعجبكم. مش هتحتاج ان انت ولا تسلقيه ولا تحمريه في الزيت ويبقى فيه يعني نسبه دهون عاليه. يعني نعتبر احنا النهارده هنعمل الممبار مشوي، بس بطريقه جديده، وفي نفس الوقت بصراحه هتشوفيه يعني في النهايه ان شاء الله هتلاقيه متحمر زيه زي اللي احنا بنحمره في الزيت بالظبط. طبعا انا كنت نزلت الطريقه دي قبل كده بس في العيد اللي فات، بس ما كنتش بصراحه منزله الممبار في فيديو لوحده، انا كنت منزلاه وسط الاكلات بتاعت يوم الوقفه وكده. فحسيت ان هو ما خدش حقه قوي بصراحه، لان كان النتيجه بتاعته كانت حلوه قوي. فقلت لا، انا لما اجي اعمل ممبار تاني لازم ان شاء الله ان انا اصوره في فيديو لوحده. فطبعا الطريقه دي انا عملتها مره يوم وقفه العيد الكبير، وعايزه اقول لكم من ساعتها ما كلناش ممبار خالص، دي اول مره ناكله من بعد العيد يعني. فقلت بقى بصراحه ان انا هعمله بنفس الطريقه اللي انا عملتها قبل كده، وهصوره بقى وانزله لكم في فيديو لوحده. هنا بقى طبعا انا بفضل ان انا اعمل الممبار بالطريقه دي، فانا يعني وريتكم طريقتين مختلفتين، بس الطريقه الاولى دي اللي انا بحب ان انا اعتمدها واعملها دايما يعني فيه وكده. ان انا بحب احشيه كده بالطريقه دي، بحس انها بنجز وبياخد معايا، ما بياخدش معايا وقت خالص يعني. طبعا افشل طريقه تحشي بيها طريقه القمع، مش حلوه خالص، وما انصحش اي حد ان هو يستخدمها بصراحه. حتى لو بنات مبتدئين لسه بيتعلموا، لا ما تتعلموش بطريقه القمع، لانها بصراحه طريقه مش حلوه وممله، وبتحسي انتي بتقعدي ساعه على ما تخلصي الكميه يعني. هنا بقى طبعا كنت حشيته كله، يعني كنت هخلص بقى الكميه كلها اهو. وهنا بقى كنت حشيت الكميه كلها بتاعه الممبار. طبعا هنا بقى انا بحب ان انا اربط الممبار بخيط، عشان انا ببقى عايزه شكله مدور، ما ببقاش عايزاه يبقى طويل وكده. فهنا بقى طبعا انا وماما ربطته كده، ضمته على بعضه وعملته مدور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب انا ليه ربطته النهارده؟ علشان انا هحطه في الكيس الحراري. فطبعا دي الطريقه اللي انا بقى بقول لكم عليها، الطريقه اللي انا جربتها في العيد وعجبني جدا جدا على فكرة وطلع تحفة، فقررت ان انا اعمله مرة تانية. فالناس بقى اللي ما شافوش الفيديو الاولاني يشوفوا الفيديو ده، هيعجبكم قوي، وصدقوني بعد كده مش هتسلقوا الممبار نهائي. كده كده احنا اصلا ما بنستخدمش شوربة الممبار في اي حاجة، بل بالعكس بيبقى فيها كمية من الدهون. حتى لما بتيجي تغسلي الحلة بتحسي يعني ان الحلة نفسها غسلها بيبقى صعب، بسبب كم الدهون اللي بيبقى نازل من الممبار وكده. بدل بقى ما نقعد نعمل بقى شوربة والكلام ده كله وبهدلة، الطريقة دي سهلة جدا جدا وصحية كمان، لان احنا مش هنحمر الممبار في زيت، فبالتالي ان احنا مش هيبقى فيه سعرات
عالية يعني وكده. فصدقوني حلو قوي، وانا هعمله معاكم بالتفصيل عشان تشوفوا النتيجة من الاول للاخر طلعت معايا ازاي. هنا بقى طبعا هنحط كل الكمية على بعضها عادي. انا للاسف كنت جايبة علبتين اكياس حراري، والعلبة دي طلعت الاكياس فيها صغيرة. اللي انا بحب اجيب الاكياس الكبيرة اللي هي بتاخد حجم البطاية او الديك الرومي. هنا بقى طبعا هنزل بحبة من الشوربة صغيرين كده، وشكرا على كده. لو انت ما عندكيش شوربة ممكن تحطي حبة مية صغيرين خالص يعني، بس مش كتير، بس يفضل طبعا يكون في شوربة يعني. فهنا بقى طبعا هبدأ ان انا اربط بقى الكيس كويس كده، وهقفله اهم حاجة اطلع طبعا منه الهواء، وكده كده احنا اساسا هنعمل فتحات في الكيس دلوقتي، ودي مهمة جدا علشان الكيس ما يفرقعش معانا. طبعا زي ما قلت لكم الكيس لو اكبر ان انتي هتوزعي الممبار احسن، وهتبقي فرداه بشكل افضل. بس انا اكتشفت اول وانا بفتح العلبة ان الكيس ده الحجم يعني الحجم فيه كان صغير مش كبير. فطبعا بقى اتصرفت يعني، وعملت في حدود اللي انا لقيته، لان كنت مرتبة ان انا هعمل الفيديو في كيس حراري مش هسلقه. هنا بقى طبعا بعد ما عملنا فتحات للكيس هجيب بقى زي كوباية من المية كده، واحطها على الصينية من بره، ودي خطوة مهمة جدا عشان الكيس ما يلزقش على الصينية ويتحرق معانا ويبقى شكلها وحش في الاخر. احنا بنحطه بعد كده. بفتح الفرن كل شوية لما الاقي المية دي بتنشف، ببدأ ان انا انزل بحبة مية كمان. المهم ان طول الوقت الصينية ما تنشفش معانا علشان الكيس الحراري ما يتحرقش. هنا بقى طبعا كنت مسخنة الفرن، هنزل بقى طبعا احطه في الرف اللي تحت خالص، وبعد كده هرفعه بعد نص ساعة على الرف اللي هو اللي فوق شوية. وطبعا الخطوة دي مهمة عشان الرف اللي فوق هو اللي هيخلي الممبار ياخد الحمار اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بقى مولع لسه خارج من الفرن حالا. وهنا بقى طبعا ده شكله. احب اقول لكم طبعا كل اللي كان على الوش واصلا تقريبا كله طلع محمر، في بس اجزاء بسيطة كده كانت عايزة تحمر، فهقول لكم انا عملت فيها دلوقتي. طبعا هنا بدأت بقى ان انا هشيله بقى من على الصينية بالكيس، بس طبعا في الاول هختبره اتاكد ان هو استوى. فطبعا هنا هو فعلا استوى كويس جدا، وهفتح لكم واحده هوريها لكم في الاخر. والرز فيه كان مفلفل وكان جميل جدا بصراحه. هنا بقى هبدأ ان انا اطلع الممبار من قلب الكيس، وهبدأ ان انا اقلبه على الناحية التانية. في جزء كان احمر على الناحيتين تلقائي، انما في اجزاء تانية زي ما انتوا شايفين كده هتلاقوا جزء محمر والجزء التاني لأ. على نفس الصينية اللي كانت عليها الكيس هبدأ ان انا اوزع الممبار وهقلبه على الناحية التانية وهحطه تحت الشواية. طبعا ولا هحط زيت ولا اي حاجة خالص، انا هسيبه يتشوي، يعتبر ده كده اكنه ممبار مشوي يعني بالظبط. هنا بقى طبعا خرج من الشواية، وده بقى كان اللون النهائي بتاعه. عايزة اقول لكم الوصفة دي خطيرة خطيرة خطيرة، لو ما جربتوهاش بجد هيفوتكم كتير، لان هي جميلة جدا وصحية كمان جدا. ده بقى الشكل النهائي. اتمنى لو وصلتوا لحد هنا وشفتوا الفيديو، اتمنى انكم تشتركوا في القناة للناس اللي ما اشتركتش، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وهفتح بقى معاكم دلوقتي يعني واحدة من الممبار وهوريها لكم. عايزه اقول لكم والله يعني ما شاء الله كان مستوي. بصوا الرز بتاعه من جوه مفلفل ولا معجن ولا اي حاجه، بصراحه جميل جدا جدا، وطعمه كان خطير كمان يعني، احلى كمان من اللي بيبقى جاهز في المحلات. هنا بقى طبعا انا دقت حته منه كان سخن وحراق بقى، عايزه اقول لكم كان خطير جدا. اتمنى ان انتوا ان شاء الله تجربوا الفيديو، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.